مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم موال من بلدي. مشاهدينا، الأغنية طوال الوقت كانت وسيلة التعبير القريبة من قلوب المصريين، التي استطاعت أن تعبر عن مشاعرهم، عن أحلامهم، عن أفكارهم، عن كل المشاعر الإنسانية. والأغنية التراثية تحديدا هي أغنية محملة بالتاريخ، حالمة بالمستقبل. تابعونا وهذه الحلقة وموال من بلدي مع الأغنية التراثية. يا سينا فوق أرضك وتحت سماكي، نحلف بغني دمي اللي رواكي، لا نجيب كنوز الدنيا بكل حماكي، ونخلي رملك ده دهب في ايدينا في ايدينا. هادي الأوان نرجع سوا لبعضينا، ونعود لأحبابنا هنا وأهالينا، شمع السلام نور لنا ليالينا، غنى الحمام للحب من حوالينا، غنى لسينا وقالنا غالية علينا علينا علينا. علشان نسحرك النعسانة، نروي بعرقنا أرضك عطشانة، ونفرش الخضرة في كل خطانا، لينا وللجيل اللي جاي ورانا. علشان نسحرك النعسانة، نروي بعرقنا أرضك عطشانة، ونفرش الخضرة في كل خطانا، لينا وللجيل اللي جاي ورانا. والصحراء تبقى لينا بيت، وجنينا وجنينا جنينا. هادي الأوان نرجع سوا لبعضينا، مشاهدينا، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الشاعر الكبير صاحب التاريخ الثقافي العريق والحضور المتميز على ساحة الثقافة والإبداع في مصر، عضو اتحاد كتاب مصر الشاعر سعيد الصاوي. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. منورنا وسعداء بلقاء حضرتك. الله ينور عليك، وكل سنه وانتم طيبين. طرب رمضان وحضرتك بخير. حضرتك يعني هذه الحلقة عن أغاني الزمن الجميل، عن الأغاني التراثية. في البداية لنضع مفهوم ما هي الأغنية التراثية. شوف، هو كلمه تراث عموما جذره اللغوي إرث، والإرث هو ما يرثه الإنسان من سابقيه سواء آباء أو أجداد. وبالتالي الأغاني التراثية هي التي ورثناها من آبائنا. طبعا هناك ما تم غناؤه وتلحينه وإذاعته، وهناك شفوي. طبعا ربما ينتقل، وإن كان طبعا طغيان الأمور الإذاعية يعني طغى على الشفوي. يعني أنت دلوقتي لما تروح الريف مش هتلاقي الأغاني اللي احنا اتربينا عليها مثلا في الأفراح. افرح يا دي المنظرة جايلك عروسة منورة، ده تراث في الأفراح. افرح يا دي الأوضة جايلك عروسة موضة، والورق أبو 100 بيجيب ستات مطلية، وإيه كله يحمل عبق ولون ورائحة ومشاعر. كده. ده مش موجود دلوقتي. الموجود دلوقتي هو طبعا ما حافظته الإذاعة، وبالتالي الكلام هيكون على ما أذيع، وما أذيع أيضا على فكرة فيه الجيد وفيه يعني في فترات برضو كان فيها سقوط فني. وهو ده بيرجعنا لأنه الفن عموما مرآة لحالة المجتمع. نتحدث أولا عن أهم المطربين الذين اشتهروا بالأغنية التراثية ده واللي طوروا فيها، ومين اللي لحن للوطن العربي. شوفي بقى حضرتك، هو طبعا فكرة أهم أو مين، احنا عندنا في الفترة الذهبية كلهم مهمين. طبعا الكلام هيكون دغري الأربعة الكبار، أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فريد الأطرش. لكن إذا جاز لي أن أستخدم عبارة الصف الأول ب، يعني أعتبر دول الصف الأول ألف، الصف الأول ب، بقيت مطربي هذه الفترة. ما أقدرش أقول صف تاني، يعني شادية، فايزة، محرم فؤاد، ماهر العطار، صباح، يعني نجاة. كل دول لا يمكن تقول عليهم صف تاني، لا يمكن. كلهم غنوا أغاني رصينة طربية طويلة، وأيضا أغاني خفيفة كمان. اللي هو دلوقتي بيقول لك أغاني شبابية. شبابية بدأت من هناك، بس كانت ذات قيمة.
طيب حضرتك في مجموعة من الأسماء أيضا تحضرني قربت من التراث الشعبي جدا أو غنته زي محمد رشدي مثلا وآخرين. لا انا عايز اقول كمان انه محمد رشدي طبعا، ده محمد عبد رشدي ده ليه قصه طبعا مع عبد الرحمن الابنودي. عبد الرحمن الابنودي جاي من بلدهم وقال انا جاي على الراجل ده لانه ده بتعبيره يا عبد الرحمن الابنودي لابس جلابيه تحت البدله. فغنال وده عمل نوع من الغيره عند عبد الحليم. عبد الحليم في الوقت ده كان يغني حبيبها جبار، حاجات كلاسيكيه. وبعدين لقى تحت الصدر يا وهيبه وعدويه، والزائقه راحت الناحيه دي. راح وعبد الرحمن الابنودي له قصه في هذا الموضوع. يقول لك اول لقاء بعبد الحليم كان في الاوبرا القديمه طبعا. وبليغ حمدي ورا الازاز بتاع الاستوديو وهو بره، فلقى اتنين افنديه محترمين جم. استاذ عبد الرحمن اتفضل معانا. فهو طبعا الراجل كان يساري وبيتسجن كتير واخد على الموضوع مفيش مشاكل. فبيقول لي بليغ من ورا الازاز بقى يعني ايه ادفع اجره الشقه والاوضه وبتاع اللي ساكن فيه. فعبد بليغ عارف الناس دي. ففطس. بيقول لك عبد البليغ كان ليه عاده انه لما يضحك يروح متكور على روحه كده. فاستغرب انا رايح السجن وهو بيضحك. خدوني ركبنا العربيه. اول حاجه ما كبسوش عليا دي كده زي بتاع خفت شويه يا حسين. وبعدين مشينا انا شايف ما غموش عينيا. مشينا رحنا الزمالك لقينا. بعدين وقفنا قدام عماره طلعنا الدنيا كانت مغرب كده اللي هي لا ضلمه ولا نور. فتح باب الشقه صاله طويله واخرها واحد زي ما يكون عبد الحليم. جميل. وكان اول لقاء بين الابنودي وعبد الحليم. انا كل ما اقول التوبه يا ابوه. الله. وكان يريد لعبد الحليم ان يقول كل ما اقول التوبه يا ابوه. عبد الحليم رفض. اسمح لنا نخرج الى فاصل سريع نستمتع معا مشاهدينا بالاغاني التراثيه ثم نعود. غالي وغليك بن علي يا قمر يا قمر والناس يا قمر والناس لو مش راضي اجيب قضي واشهد ناس اشهد ناس اشهد ناس غالي وغليك بن علي يا قمر يا قمر والناس يا قمر والناس لو مش راضي اجيب قضي واشهد ناس اشهد ناس اشهد ناس غالي وغليك بن علي يا قمر يا قمر والناس يا قمر والناس لو مش راضي اجيب قضي واشهد ناس اشهد 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 ناس غالي وغليك بن علي يا قمر يا قمر والناس يا قمر والناس لو مش راضي اجيب قضي واشهد ناس اشهد ناس اشهد ناس ازاي سهي عني ولهي العدل يا ناس ازاي سهي عني ولهي العدل يا ناس يا حبيبي عنك عينيك عينيك بتبص لفوق يا حبيبي عنك عينيك عينيك بتبص لفوق بتبص لفوق وانا عاوز نظرة على قدي على قدي على قدي عالي 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 شباكك عالي 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 يدي عالي 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 شباكك عالي 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 يدي. مشاهدينا الاعزاء هناك اسماء كبيره ايضا في مجال الاغنيه التراثيه. استاذ سعيد زي مين؟ يعني احنا تطرقنا هو طبعا كلهم اتفقنا ان كلهم كبار طبعا. لكن في واحد يعني في شويه حاجات محتاجين نتكلم عنها. محمد فوزي. محمد فوزي هذا الشخص الآتي من طنطا وطبعا هو اسمه طويل كده اخره الحو. ايوه. اكتفى هو بمحمد فوزي.
ليه انا اخترت نتكلم عنه؟ لانه صاحب اول كذا كتير قوي. بمعنى ايه حضرتك؟ بمعنى انه اول مصري يؤسس مصنع للاسطوانات. وطبعا كلمه اسطوانات عشان خاطر بيتفرج علينا ممكن ناس اجيال جديده، الاسطوانه السوداء القديمه، مش الاسطوانه دلوقتي اللي هي البيضه دي. كانت تحط في البيك اب وفي جهاز خاص وابره ودراع وطبعا كان ليها سرعتين وقتها. تمام. فهو اول مصري يصنع يؤسس مصنع الاسطوانات، وكان منافسا للمصانع التي يملكها خواجات. المنافسه كانت في الجوده وفي السعر. الخواجات كانوا بيبيعوا ب90، هو كان بيبيع قرش. اللي هو كان بيبيع ب35 قرش والجوده افضل. يعني كان وطني محمد فوزي جدا. وبعدين شوف احنا عمالين نقول هو اول من غنى للاطفال. ماما زمانها جايه وذهب الليل وطلع الفجر. اول من غنى لرمضان باعتبار ان رمضان قرب، مرحب مرحب شهر الصوم، هاتوا الفوانيس اهلا رمضان. هو ايضا اول من غنى ديني، لبيك ان الحمد لك. الله، كأغنية وليس إنشاد أو لا لبيك إن. وبعدين هي ألحانه كلها تتميز بالبساطة لدرجة إنك تتخيل إنك تقدري تعملي زيها. ولكن صعب. هو بقى من لحن النشيد الوطني الجزائري الذي لم يتغير حتى اليوم. هو النشيد الرسمي. والكلمات لمفدى زكريا أحد أبطال المقاومة الجزائريين في السجن. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. في لحن جميل جدا يعني أتمنى نسمعوه. جميل. أيضا هو أول من استخدم أسلوب الأكابيلا في الغناء. وأسلوب الأكابيلا يعتمد على الأصوات البشرية بس. في أغنية اسمها كلمني طمني وليها حكاية. يا ريت تسمعها، ده شيء جميل. هو اتفق على حجز الاستوديو واتفق مع الفرقة وخلاص وعلى الفلوس وظبطوا الأمور. وجم في يومها طلبوا زيادة. فقال لهم والله ما أنا مديكوا زيادة، احنا اتفقنا وأنا مش محتاجكوا وهغنيها من غير موسيقى. وغناها. خلى الأصوات الرجالي تعمل الآلات ضخمة غليظة الصوت، والأصوات النسائي تعمل الجمل بتاعة الآلات رفيعة الصوت في لحن من أروع ما يمكن، وما أظنش إنه يتكرر تاني. الله، هو والكرة الفقط بس. اسمه طمني كلمني يا شاغلني. الستات لا 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 لا، وبعدين في حتة تانية رجعت بب بب بب، حاجة كده في منتهى الإبداع. جميل. حضرتك يسمح لنا نخرج إلى فاصل آخر سريع. مشاهدينا نلقاكم بعد الفاصل. الصوت يحمل ثقافة المطرب وأفكاره وتكوينه النفسي. أستاذ سعيد الصاوي، يعني الأغنية التراثية هل تختلف من مطرب إلى آخر؟ طبعا تختلف من مطرب لآخر. يعني انت لما شفنا عبد الحليم حافظ مثلا ظهر في وقت كان فيه سبقوا الكبار اللي احنا اتكلمنا عنه، يقوم لما يغني أغاني جديدة خالص يترفض. يقوم ما يستسهلش الأمر وينصاع لرغبات الجمهور. لا، هو صاحب مشروع، والمشروع ثبت فيما بعد انه مشروع قيم، حفر اسمه بجوار العظماء. فهو غنى صافيني مرة، هم كانوا عايزين يغني عبد الوهاب، رفض يغني عبد الوهاب. ايضا بقى غنى واقفا، وكان قبل كل المطربين يغنون جالسين. هو بعد عبد الحليم بقى كله يغني واقفا، حتى اللي بيعزف على العود واقف وساند رجله على كرسي وبيعزف العود. فطبعا لما تشوفي عبد المطلب غير عبد الحليم غير فريد غير محمد عبد الوهاب، ذوائق مختلفة وكلها جميلة. فطبعا بتختلف من مطرب لآخر بلا شك. نعم. حضرتك بيلفت نظري كثيرا الفنان عبد العزيز محمود وكارم محمود ومحرم فؤاد وبعض من غنوا الأغاني الخفيفة والشعبية والتراثية. معلش السؤال تاني. شايفهم ازاي؟ عبد العزيز محمود، كارم محمود، عايدة الشاعر. عبد العزيز محمود بالذات له أغنية قال لك في وقت من الأوقات في منشط جرايد كده: من لم يغني له عبد العزيز محمود في فرحه يا نجف بنور يا سيدي العرسان فهو لم يتزوج. كان أيقونة الأفراح في وقت من الأوقات بهذه الأغنية. طبعا وبالمناسبة احنا يعني محمد أنديل
محمد قنديل ده قالت عنه ام كلثوم ان صوته حرير. الله. يعني 3 سلامات يا وحشني، صوت مختلف مختلف. وده بقول لك اللي، ولذلك بقى خلينا نتكلم على من صاروا على ضرب غيرهم. اختفوا يعني. في 2 بس انا مش فاكر، عادل مأمون وحد تاني قلد عبد الوهاب، حتى طبقة صوت احنا كمستمعين يمكن ما نميزش بينهم. اختفى. لكن صاحب الصوت المتميز هو اللي بقي. تمام. حضرتك تنوع الأغاني التراثية هل ارتبطت بموضوعات معينة؟ هل اختلفت في موضوعاتها؟ طبعا. انا عايز بس بالحديث عن محمد عبد الوهاب فكرني كمان بأغنية هو لحنها بس ليها قصة. اتفضل. محمد عبد المطلب وده صوت تاني اهو بنتكلم عنه، اول ما غنى في الأوبرا اتخض وصوته راح. ومعرفش يغني. محمد عبد الوهاب. محمد عبد المطلب. واتقفلت عليه الستاره وتخطوا الفقره بتاعته، لقى كبارات الدنيا قاعدين قدامه واتحبس صوته، راح لدكاتره كتير فشلوا في علاجه. فطبعا كعاده المصريين من زمان الى الان علاقتهم مرتبطه باولياء الله، نفوسهم يعني مرتبطه باولياء الله الصالحين. هو كان ساكن في السيده، فبقى يصلي الفجر والعشاء في الحسين، ويصلي بقيه الفروض في السيده. وبعد ما ربنا وعشان ننول كل الرضا. جميل. يعني هي أغنية روحانية ودينية وليست عاطفية، وإن كان فيها بعض الألفاظ على عادة الصوفيين. يعني الغزال مش عارف ايه، غزال في السكة يعني، بس مش فاكر قال ايه، غزال من حتتي. فهي برضو لها معنى صوفي. ايوه طبعا. فلما رجع له صوته كلم زين العابدين عبد الله يعمل له حاجة على المناسبة دي. فعمل له بقى ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين ويوماتي وعشان ننول كل الرضا، وكتب له الأغنية دي. سعيد الصاوي، سلمت وسلم هذا الحوار الجميل، سعداء بلقاء حضرتك وإن شاء الله مزيد من الإبداع. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكركم حتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.